مقرر عندنا فرض كفاية. الآن أراها أن الجهاد فرض عين على كل قادر. فينبغي على الشعب اليمني أن ينهض ليأخذها من أيديهم، لأنهم كالقردة عندما تدخل في المزارع ماذا تفعل؟ أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها الأبطال، أيها المجاهدون، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نحن الآن في سرطان خبيث، نحن في مكروب قاتل، فانهضوا رحمكم الله. جاهدوا جاهدوا بصرخاتكم، بقبضاتكم، بأيديكم، بقلوبكم، ببنادقكم، بما استطعتم، بأسنانكم، بالتراب، بالجندل. إن اقتضى الأمر في يوم ما أن تقاتلوهم بالتراب وبالحجارة فقاتلوهم. لعنهم الله، أخزاهم الله، قبحهم الله، أراح الله البلاد والعباد منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن فقد تقوى وأصبح له قوة، فأصبح يعبر. كان يمارس فتوى القتل ضد الجنود تقية، أما الآن فقد انقشعت التقية وأصبح يفتي بقتلهم. لكن الفتوى بالقتل ليست ناتجة من مراحل سياسية كما أشرت حفظك الله، ليست فتوى سياسية كما يروج لها بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين الذين لا يعرفون عمق هذا التفكير ولا هذا المذهب. يعني مذهب يصف خصومه بأنهم قردة، يصف خصومه بأنهم خنازير، يصف خصومه باللعن والسب. هذا لو قرأته أنا خصومه ولا إخوانه؟ لا يعتبرهم إخوة، لأن الإنسان لا يلعن أخاه ولا يصف أخاه بالقرد ولا يصفه ولا يستحل دمه. قال الله إنما المؤمنون إخوة. لكننا شركاء بالثورة، شركاء ليصل إلى الحكم. هو أراد من خلال مشاركته في الثورة لا ليقضي على فساد، لكن ليقضي على النظام الجمهوري كله. هو هذه الثورة التي شارك فيها ليست ثورة لإعادة الجمهورية والشورى، ولكنها ثورة مضادة للجمهورية، للنظام الجمهوري. ولهذا كل شخصية لها علاقة بالنظام الجمهوري يعادونها، يريدون أن يعيدوا ملكية. فهذه ثورة الآن أنا أسميها الثورة المضادة. الحوثيون الآن يريدون أن يشكلوا ثورة مضادة ليس للثورة السابقة بل لكل ثورات الشعب اليمني. بس احنا توقعنا يا شيخنا الفاضل ان مضادة ضد الربيع العربي حتى للنظام الجمهوري بذاته. بس احنا توقعنا الثورة تيجي من علي صالح مش من الحوثيين، يعني المضادة. سيستعينون حتى كما قال المحطوري في لقاء قناة اليمن اليوم لما سألته المذيعة، قال سأتحالف حتى مع الشيطان. نعم. وأنا أقول هنيئا لك يا مرتضى زيد المحطوري، ستتحالف مع الشيطان. إذا كان رجل يقول أنه مستعد أن يتحالف مع الشيطان، فلو جاءه يهودي سيتحالف معه. أنا أسألك أيهما أكثر، اليهودي ولا الشيطان؟ أكيد الشيطان ولا اليهودي؟ أكيد الشيطان. يعني الشيطان. مرتضى زيد المحطوري يقول بعظمة لسانه على قناة اليمن اليوم أنه مستعد أن يتحالف مع الشيطان، وكما قال قائلهم سيعيد المجد إما بثوب الإسلام أو بثوب ماركس. بس أنا قطعتك في شيء يا شيخنا الفاضل عندما رأيت أن تتحدث ليس من بعد سياسي. الفتوى ماذا؟ عقدية. لأن هؤلاء يعتقدون أن غيرهم أولا لا يصلح للحكم، وكونه لا يصلح للحكم هذه وجهة نظر. نحن مستعدون أن نناظر، وأنا من خلال قناتكم المباركة قناة سهيل أدعو مرتضى زيد المحطوري أن يكون غدا هنا. إذا هي دعوة موجهة له. أنا مستعد. هي دعوة موجهة له الآن، لأنه أنا اتصلت بأحد إخواننا الحوثيين عشان يكون موجود معنا 2 أو 3 منهم. لا. واعتذروا قالوا لن نطلع على قناة سهيل يعني، لكن هنا دعوة منك أنت. أنا شخصيا مستعد أن أناظر حول هذه الفتوى وحول أحقيتهم بالحكم، أنهم الذين اختصروا. ونحن نشتي من الأستاذ أكرم بس يجهز لنا المادة اللي تكلم فيها المحطوري سابقا عن موضوع الصرخة وما إلى ذلك. يعني ممكن يا أستاذ أكرم؟
سواء حول معاداة اليهود أو سواء حول الحكم، لأنهم فئة يعتقدون أن الله خصهم من بين البشر لأن يحكموا اليمنيين، وأن لهم حكم إلهي ونص إلهي، وأما غيرهم ليس لهم حق في الشورى وليس لهم حق في ممارسة الحكم، وإنما نحن عبيد وهم السادة فقط لهم الحكم. إذا كان يعتقد الآن دخوله في المجلس الحوار الوطني، سؤال: هل يعتقد أن غيره يحق له أن يحكم اليمن أم لا؟ فإن كان يعتقد مرتضى زيد المحطوري أو عبد الملك الحوثي أن غيره من اليمنيين يحق له ممارسة الحكم فقد تخلوا عن عقيدتهم. وإن كانوا يعتقدون أن غيرهم لا يحق له أن يحكم، فلماذا الدخول في مجلس الحوار الوطني هذا؟ يلعبون على الناس. أصلا هم يؤمنون أننا نحن لا يحق لنا أن نحكم أصلا، سواء يعني هم يعتقدوننا إذا حكمنا يجب الخروج علينا ولو كان إنسان. أنا أسألك سؤال: أيهما أعدل، عمر بن الخطاب أو عبد الملك الحوثي؟ لا يحتاج أنك تسألني. طيب. أصلا يعني هم يعتقدون أن عمر بن الخطاب ليس له شرعية في الحكم، عبد الملك الحوثي له شرعية. يا ريت انه فقط هكذا. نحن طلعنا مقطع للاخ حسين الحوثي وهو يقول عن عمر بن الخطاب انه سبب مآسي العالم الاسلامي والامه ومأساة البشريه عمر قبل ابي بكر، يعني حتى ابي بكر مسؤول، ما عادي بسيط. جيد. إيه؟ فهم يعتقدون اننا نحن اصلا. اذا من اين الثقه والتكفير؟ انا انصح ان نقرا هذا الكتاب الذي هو الفكر التكفيري عند الشيعة. يعني حتى اللقطة اللي الآن بس الجهاز ما قدر يطلع اللقطة دي، هي بتتكلم على أنه المحطوري أيضا بيقول أنه الحوثيين يقفون ضد الزيدية قبل 5 سنوات أو 6 سنوات. في تغيرات لصالح، كلما جاء الأمر واتسع يعني كان في خوف، ولهذا يمارس شيء من التقية. قلت لك هذا فكر تكفيري، لو قرأته كل الأمة كفار إلا هم، إلا ما كان منهم. ولهذا في رواية عند الإمامية أن أبا بصير مشى مع جعفر الصادق، ينسبون لجعفر الصادق وهو بريء من ذلك، فسأله عن الحجاج وهم يلبون في بيت الله الحرام، فقال له: ما أكثر هؤلاء الحجاج الذين يبكون؟ قال: لا، هو هؤلاء ليسوا عند الله بشيء. قال: كيف؟ فمسح على بصره فرآهم قردة وخنازير. هذه نفس رواية الإمامية يتهمون غيرهم تولد فاجرة. هؤلاء ينظرون إلى الناس من علو، وينظرون إلى غيرهم أنهم كفار، أنهم فسقة، أنهم جنس آخر. حتى المحطوري له في اليوتيوب اسمه عقيدة أهل البيت، في مقطع يقول إن علي بن أبي طالب من طينة النبي. كلمة الطينة هذه عند الشيعة الاثنى عشرية، إيش معنى الطينة؟ نعم. يعتقد الشيعة أن الله لما خلق الخلق زمان خلق طينتين، طينة طيبة طاهرة وهم النبي وأهله وشيعته، وطينة خبيثة، ثم جمع الطينتين مع بعض خلطهما ثم فصلهما. قال: فما كان عند الشيعي من معصية من زنا ولواط وسرقة، هذه يوم القيامة ترجع على السني، لأن ترجع الطينتين تفصلان مع بعض. ماذا استدل كمال الحيدري وهو شيعي كبير؟ نعم. قال: فاستدل بقوله: هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني صلاتنا وصيامنا وحجنا سيرجع إليهم. هؤلاء الذين يكفرون الناس هذه شبيه بفكر القاعدة لو صدر فتوى بهذا باستباحة الدماء، الذين فجروا بجنب الجامع النهدين، أي ماذا حصل؟ العالم كله، الصحفيون الإعلاميون، ونحن نستنكر كذلك. طبعا نحن نستنكر، لكن هذه الفتوى سيروح بسببها أكثر بأكثر. هذا فكر واحد. الشيعة وهؤلاء كلهم إرهابيون، كلهم تكفيريون، كلهم تفجيريون، كل يوم يفجر طلاب العلم. طب اوكي، يعني